خبر عاجل وهام لكل محبي النادي الأهلي. كولر يحدد بديل السولية أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. بس قبل ما نبدأ الخبر، لو أنت من محبي النادي الأهلي ياريت تضغط لايك واشتراك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بديل عمرو السولية أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويغيب السولية عن المارد الأحمر أمام الفريق المغربي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، غاب على إثرها عن بعثة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء. وقد استقر كولر على بديل السولية أمام الرجاء المغربي. واستقر كولر على الدفع بحمدي فتحي غدا في وسط الملعب تعويضا لغياب السولية، بجانب حمدي فتحي والمالي ليو ديانج، على أن يتواجد الثنائي أفشة والتونسي أحمد القندوسي على دكة البدلاء. أما عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فمن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي ومضيفه الرجاء المغربي غدا السبت في 10 مساء بتوقيت القاهرة على الأراضي المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر شبكة قنوات بين سبورتس، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلك منا كل جديد.